سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحييكم بونجك سيكي العربي العالمي في مدينة الإسكندرية بفندق يونيون سعد زغلول في 18/5/2023، وانطباعا عن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مارية الوطن العربي. على صفحة البحر في الرمل، محطة الرمل، ومن خلال فندق يونيون يسعدني ويشرفني أن أتكلم عن مدينة الإسكندرية التي أسعد بها على فترات متباعدة متلاحقة متقاربة، حينما يكون هناك وقت للذهاب إلى الإسكندرية، نظرا لبعد المسافة بينها وبين القاهرة 250 كيلو، وهذا يستلزم استعدادا نفسي وذاتي لي، وكل هذا الجميع يعلمه كأي مسافر يريد أن يسافر وأن يسعد بهذا المصيف. ولكن ذهبت في مايو. إن الاستمتاع والاستجمام في الإسكندرية يعتبر من أعظم الاستمتاعات في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من خصوصية عظيمة المصريين. فقد كانت العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية في حقبة تاريخية مضت. أنشأها الإسكندر الأكبر المقدوني، وكان رجلا نزل إلى مصر وبنى مدينة الإسكندرية التي لا يعلم عنها أحد في ظل هذه التكنولوجيا السريعة التي نعيشها. إن الإسكندرية بتاريخها، بشعبها، بجمال رونقها، بهذه الجمال في روعة شروق هذا اليوم في شهر مايو، يكاد الإنسان يحس أنه سعيد والسعادة تملأه. ونعم، وكيف لا تملأه السعادة وهو في جنبات هذا اليوم الجميل من أيام الله سبحانه وتعالى، وإشراقة جميلة وشروق وجو بارد جدا صباحا ومساء، ولكن تسعد الطيور تطير من خلال الزجاج. أسجل هذه الكلمة لمدينة اسكندرية، لجمالها، لحلاوتها، لطعامتها. وأتمنى أن يكون لي في هذه المدينة شقة يوم من الأيام، ولو 40 مترا. وأفضل الحي الشعبي في الإسكندرية وليس الساحل الشمالي. ولكن كنا زمانا في التسعينات من القرن العشرين، عفوا من القرن 19، وفي نهايته نتجول نحن والأسرة، والدتي عزيزة محمد الرحمن وأبي عبد المنعم المظلوم، وكنا نبحث عن شقة فعلا. وكانت الحاجة عزيزة محمد الرحمن كانت تريد أن تأتي بشقة في خالد بن الوليد، ولكنها كانت وصعدنا، فكانت ثمن الشقة 27,000، ولكنه في الدور الرابع، وهي كانت تقطن في الجيزة في الحي الثالث، ولم يكن هناك نصيبا لارتفاع المسافة، ولأنها كانت مريضة السكر وأمراض السكر، وكبرت ووصلت إلى 50 عاما، والوالد كان 60 عاما. وكنا نزن أنا وأخي علاء رحمه الله في 15، وأخي وكنت في 10 سنين. وذهبنا إلى حي جمال عبد الناصر، وكان هناك برجين. كانت الشقة فيه حجرة وصالة ب18,000 جنيه، وغرفتين وصالة ب21,000 جنيه. كم كانت هذه الأشياء غالية جدا، وفعلا أما الآن فأصبحت غالية شكليا وليس فعليا. إن الغلاء الذي يحط في هذه الأسعار في الإسكندرية وفي مصر كلها لا أجده مفيدا ولا أجده حقيقيا، بل هو مبالغا فيه. والذي أحدثه هو مبارك الراحل الذي
قام بعملية تسقيع الأرض فأفسد الأرض والشعب أساء إليه. إن مبارك لا نكرهه ولا نحبه، لكنه أحسن لنفسه ولحاشيته وما معه وأضر بالشعب المصري. هكذا كان نظامه وكان عقله، وكان يتباهى بأنه يفعل ما في رؤية الشعب، ولكنه كان يستفيد ويفيد من حوله ويرمي فتات للشعب المصري. هكذا كان حسني مبارك الذين يتغنون به، كلنا نعلم ذلك، ولكن الشعب كان يعيش. أما الآن فالشعب يجاهد ويناضل من أجل أن يحيا بلقمة عيش ربما لا يستطيع توفيرها، وربما توفرت غلاء فاحش كثير. ما معنى أن أقضي يوما كاملا في الإسكندرية وأدفع مبلغا لفندق غرفة مبلغ كبير 500 جنيه، وأدفع لمدة ما يقارب 900 جنيه. معنى ذلك أنني أقضي يوما كاملا في قلب الإسكندرية ب1000 جنيه. عشان أستمر لازم أدفع 1000 جنيه آخر. إذا أخذت 10 أيام أدفع 20,000، أو 10 أيام 20,000 ما بين مصاريف ذهابا وعودة وأكل ومشرب ومأكل. هل هذه جيدا؟ لا. إن الإغراق الذي ضرب مصر من ارتفاع الدولار ومن ما يحدث جعلنا نكاد نجن ولا طائل لنا بها. إننا متوسط الحال، ومعنى أننا رزقنا الله مالا ألا نفلس في هذه الأيام الصعبة الشرسة التي ستستزيد مع التعويم الخامس الذي لا أحبذه ولا أريده للشعب المصري وليس لنا. قد يكون هذا الكلام صعبا وخطيرا وقاسيا، لكنها حقيقة منطقية نسعى فيها جميعا إلى درءا للمخاطر، وشعارنا هو تعلية الإيجابيات دركا للمخاطر. ومعنى أننا نتكلم بصراحة أننا نكره أحدا، بل نوجه ونصلح ونحاول، ولا بد من يكون هناك تهدئة وتوعية وعقل وتفاهم. لقد أصبحنا على أرض الواقع نعاني جميعا، غنيا فقيرا متوسطا، كافة الناس على اختلاف أنواعها. إن الكلام المنطقي والتعبيري الذي يتكلم به رباني ولا انفعالي، وهذا صعب قاسي، ولكن استبارا ومثابرة نسعى به لخير شعبنا، خيرنا، خير إسكندريتنا، جمالها في قلعة قايتباي التي كنت أتمنى أن أذهب إليها، ولكن التكلفة باهظة وأستطيع أن أستمر، ولكن لا أريد تبذيرا، نظرا أنني لا أحب التبذير. أستطيع أن أصرف ما يحلو إلي بالمعقول، ولكن المعقول أصبح غاليا وباهظا وشديدا وقاسيا في كل محافظات مصر. شيء صعب وقاسي. لست أمثل أو أبغي تمثيلا، بل فكرا. إني كاتبا، ولكن الظروف والابتلاءات التي أعيشها جعل لي من اليوتيوب فرصة إلى أن أنشر ما يحلو لي بالعقل، ولا تصادم مع أحد، ولا نتصادم مع أحد. وما فائدة أن نتصادم مع أحد وأن أدخل السجن أو أعتقل أو أضرب أو أقتل؟ سأموت. إذن سأموت في سبيل هدفي تحقيق خير الناس. مت دخلت الجنة، غير ذلك لا يساوي. دنيا فانية لكنها جميلة لطيفة، وخيرها ماذا؟ المرأة الصالحة التي أستحسن أنني ربما قد وجدتها تطاوعني في عقلها وأدبها وأخلاقها، بسامة جميلة بعض الشيء، ولكنها قلبها يقارب قلبي ربما، والله أعلم. فالمرأة لا تعرف أبدا كيف أن تصل إلى قلبها. سيداتي أشكركم من مدينة اسكندرية على هذا اللقاء الجميل مع موجة ستيك العربي العالمي.
صباح جميل في اسكندرية، كنت أتمنى البقاء، ولكن شكرا لكم.